استمرارا لسلسلة التوفيرات اللي قلنا هنعملها مع بعض من هنا لرمضان عشان نوفر ونقدر يعني نقدر نمشي الدنيا كده عشان الأسعار اللي النار والدنيا الغالية ديت. هعمل معاكم النهاردة السمنة، مش مهدرجة ومش مكلفة وصحية وجميلة وحلوة وطعمها وريحتها مش هتفرقيها خالص عن السمنة. مش هقولك فلاحي 100% عشان ابقى كدابة لو قلتلك، بس بجد طعمها هيبقى مختلف عن السمنة المهدرجة. احنا عارفين ان العلب كلها مهدرجة. اول حاجة هعملها واقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي كده على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ولو مش مشتركة في القناة يا امرايا تنزلي كده وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان كل ما اعمل الفيديو جديد يوصلك الاشعار بتاعي. اول حاجة جبت كمية من الدهن، كيلو 2 10 على قد مقدرتك وعلى قد ما تجيبي، ويعني انتي وراحتك. دهنة ليا، ولو ليا تبقى احلى واحلى كمان، بس انا بصراحة ما لقيتش ليا فجبت دهنة عادية. ده كيلو ب50 جنيه، هنعمل منه حوالي كيلو ونص سمنة تحفة وجميلة وريحتها حلوة قوي، وزي ما قلت لك صحية. جبتها كده وزي ما انت شايفة هقطعها مكعبات صغيرة خالص. وانا عشان هسهل على نفسي بقية الخطوات انا عندي الكبة، لو انت مش عندك الكبة هتكتفي بالمرحلة دي وتقطعيها وتحطيها على النار زي ما هي. انا عشان عندي الكبة وعايزة اسهل على نفسي الخطوات هضربها بعد ما قطعتها كده، هاخدها فرمة ناعمة جدا في الكبة. ودي اختياري، الخطوة دي اختياري خالص ومش بتفرق في الطعم ولا اي حاجة. هي كل الحكاية ان انا عايزة الخلاصة بتاعتها اللي في الاخر ديت اللي هي اللي زي المرطة دي تبقى معايا ناعمة زي ما انت شايفة كده. انا قطعتها عشان برضو تحافظي على الكبة بتاعتك، قطعتها كده ورحت حفرمها فرم ناعم جدا في الكبة. وصدقيني طعمها تحفة وريحتها جميلة وحلوة قوي ومرملة، ويعني جربيها ومش هتندمي. انا كده فرمت الكمية بتاعتي كلها زي ما انت شايفاها كده، وفي حلة على النار بس حلة تكون كبيرة شوية، وتحطي بقى فيها الكمية بتاعتك. نزلها كلها كده وعلى نار الاول يعني متوسطة، مش هقولك هادية خالص من الاول على نار متوسطة لحد ما تبدأ تسيح معايا وتفك خالص. وبعد كده هدي عليها النار زي السمنة بالظبط الفلاحي او الزبدة اللي احنا بنسيحها، بنحطها على نار هادية ومن وقت للتاني ايدينا فيها تقليب، مش بتحطيها وتسيبيها. انا حطيتها كده زي ما انت شايفة على نار متوسطة وهبدأ اقلب فيها لحد ما تسيح. وبعد كده هقولك نعمل ايه. شايفة بقت عاملة ازاي؟ بعد كده هنجيب بقى الزيت، كمية من الزيت حوالي كوبايتين او ربع ازازة زيت، يعني حاجة برضو على الحاجة اللي هي هتطلعها لنا مش هتبقى مكلفة برضو. وهنا كل ما بتزودي الزيت كل ما بيديكي نسبة الترميلة اعلى واكتر وتبقى سايبة كده معاكي وانت بتستخدميها. هنقلب بقى كده، واول ما تبدأ تسيح معانا هنفضل بقى نقلب فيها على طول مش هنسيبها زي ما انت شايفة كده. دي كده احنا ضفنا اول اضافة اللي هي كانت الزيت. هنضيف تاني اضافة واللي هي هتفرق بقى في الريحة بجد، هتخليها ريحتها تحفة ومرملة. هنحط على الكمية ديت، انا كده كيلو الدهن ده هحط عليه مج من اللي انت شايفاه اللي هو العادي بتاعنا اللي هو بتاع الشاي العادي لبن، وهسيبها بقى على النار هادية لحد ما تغلي خالص ولون المرطة بتاعتها يتحول للون البني ده. عشان تتأكدي ان هي استوت هتوصل للدرجة دي كده، ما تغمقيهاش اكتر من كده عشان ما تديكيش طعم مش حلو زي ما انت شايفة كده. وفي مصفى بقى نصفي الكمية بتاعتنا المحترمة الجميلة اللي طلعت لنا ديت. وطبعا ده كله مش هرميه، ده انا هسيبه في علبة برضو على جنب، وتعملي بقى بيه محشي، تحطيه في كبدة، تحطيه في اي خضار من غير لحمة ولا سمك ولا فراخ ولا اي حاجة من دي، هيطعم لك الاكل بتاعك ويبقى تحفة. دي كده الكمية اللي طلعت معايا من حوالي كوباية الزيت وكيلو الدهن اللي انا سيحتهم وكوباية اللبن، طلعوا معايا كيلو ونص بالظبط سمنة. وعايزة اقولك ان السمنة دي تقدري تعملي بيها اي حاجة، رز خضار اي حاجة، بس ما عدا الحلويات. يعني ما ينفعش تعملي بيها مثلا صينية كيكة كنافة، لا ما ينفعش، بس اي حاجة تانية ممكن تعملي بيها. وهنا يا دوبك دفيت بس شويه كده، وعبيتها طبعا البرطمان مغسول ومتعقم كويس،
وهنزل بقى كده واحده واحده بالسمنه التحفه الجميله دي. ولا تقولي لي بقى روابي ولا جنه ولا كريستال ولا اي حاجه من الحاجات المهدرجه اللي عمالين يقولوا لنا عليها مش صحيه مش صحيه. احنا عملناها دهن صحي، وكل الدكاتره اجمعت ان الدهن دوت مش مضر خالص على القلب ولا على الشرايين ولا على الكلام من ده. وفي نفس الوقت الدهنة دلوقتي يعني 50 جنيه، غير لما تجيبي علبة السمنة تقريبا وصلت 90 او 99. انا بصراحة مش بجيبها من ساعة ما سمعت الكلام الكتير عليها وان هي مهدرجة وبتتعمل من زيوت مش عارفة ايه وكلام من دوت. بصراحة انا مش من زمان وانا معتمدة الطريقة ديت في السمنة عندي، كل ما بتخلص بعمل غيرها. وادي كده بصي طلعت معايا البرطمان ده كيلو، وطلعت معايا الطبق دوت، وعملت منها الاكل في اليوم دوت، وعملت الطبق التاني اهوت المرطة بتاعتها زي ما قلت لك بنحطها على المحشي او على كبدة او على اي حاجة بتحطيه في علبة عندك في التلاجة وبتحتفظي بيها. وريحتها تحفة ولونها جميل وهتشوفيها زي الفل وطعمها وريحتها ولا احلى من كده. كده بعد ما جمدت معايا، بعد ما سبتها كام ساعة بس على الرخامة بقت بالشكل الجميل دوت. بصي بقى سمنة سمنة ما تفرقهاش خالص عن السمنة، مش هقولك زي ما قلتلك بلدي 100%، بس بجد مختلفة خالص عن روابي وعن جنة والكلام ده كله، كريحة وكطعم وترميلة وكل حاجة. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبك واستفدتي